وتخيل معايا أنه تكون عندك بقعة أرضية في المغرب، تخليها وتمشي تسافر برا وتدوز واحد المدة تما، ومن بعد ترجع للمغرب وتفاجأ أن أرضك تبنات فيها عمارة. شنو غدير؟ الاسم ديالي حماني عبد القادر، مهاجر من الديار الفرنسيه، 53 سنه. عندي واحد الارض في القنيطره 82. واحد واحد النهار الاخ ديالي عمل لي التليفون قال لي الارض ديالك تبنى. جيت 10 ايام قبل السيد اللي خداها مازال ما بناش، وقلت له حبس ما تبنيش. وزايد زيد بنى الارض، دار فيها عماره ديال 5 ديال الطوابق. والمحكمه حكمت لصالحي، شكرا للقضاء. ثانيا حكموا عليه بالافراغ، هذه المره الثالثه، والسيد مازال ما خواش، وراه تنتسنى باش يفرغ لي الارض ديالي والسلام. دابا السؤال هو شكون اللي عطى لهاد الناس رخصة باش بناو هاد العمارة؟ راه باش دير طلب رخصة خاصك بزاف ديال الوثائق، واهم وثيقة وهي الشهادة ديال الملكية، الشهادة اللي كتثبت واللي كتدل على ان هذيك الارض ديالك. فهاد الناس هادو جاو ولقاو بقعة اللي ماشي ديالهم وبناو فيها عمارة. هنا تيبقى السؤال شكون اللي عطاهم الاذن وشكون اللي سمح ليهم باش يبنيوها؟